السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الأعزاء. في حلقتنا الثانية من برنامج نقطة حوار نستضيف اليوم في هذه الحلقة العقيد المهندس رياض الأسعد، وكما معنا من دمشق عامر القلموني وأبو الخير العطار من مدينة معظمة الشام. أهلا بك سيادة العقيد وأهلا بك الكرام. أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، حياكم الله. يا أهلا بك. شكرا لكم ولمحطتكم الكريمة. من مرتبات الجيش العربي السوري، القوى الجوية، الفرقة 22 لواء 14 مهندس البعث 678، أعلن انشقاقي من الجيش العربي السوري بسبب الممارسات القمعية لقيادة الجيش العربي السوري للمدنيين وتصرفات بعض القادة العسكريين بممارسة الضغوط على الضباط وصف الضباط والعسكريين الذين لديهم شعور وطني تجاه الشعب السوري، وأعلن انضمامي إلى حركة الضباط الأحرار، وأدعو كافة الضباط الأحرار أن ينضموا إلى هذه الثورة لمساندة الشعب السوري. أهلا بك سيادة العقيد مجددا. العقيد رياض الأسعد مؤسس الجيش السوري الحر. سيادة العقيد، بداية أسألك عن نظرتك الآن إلى الجيش الحر وما آل إليه، وعن بداية تأسيسك للجيش الحر. هل تتوافق النظرة أو الآلية التي وضعت من خلالها عملية تأسيس الجيش الحر والنتيجة التي تم التوصل إليها لكتائب الجيش الحر على الأرض؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم وأحيي محطتكم الكريمة لنقل الأوضاع في سوريا. تحية لكل الأخوة المشاهدين، وطبعا الرحمة لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والعودة السريعة للمهجرين في سوريا. اليوم الجيش السوري الحر هو جيش الثورة السورية، وطبعا أسس ليقاتل ويقوم بحماية المدنيين السوريين، والحمد لله استطاع خلال فترة الثورة بتحقيق انتصارات كبيرة ضد النظام الأسدي وتفكيك كثير من الحواجز ومن القطع العسكرية واغتنام العديد كثير من الأسلحة والعتاد العسكري الثقيل. والجيش السوري الحر متواجد على كافة الأراضي السورية لله الحمد. طبعا هذا كان إيجابي جدا للثورة، وطبعا قطع الطريق على النظام وعلى الدول التي تقول بأن هناك إرهابيين في الثورة السورية، وبأن الثورة طبعا عبارة عن قطاع طرق وعبارة عن إرهابيين يقومون بقتل الناس. لا، وطبعا نحن عدنا كان هو الحاجز المنيع ضد كل من يدعون بهذا الكلام، وكان حقيقة هو الراعي وكان هو الغطاء الشرعي لكل المقاومين على الأرض السورية وكل المقاتلين السوريين. نعم سيادة العقيد، أفهم من كلامك أنك أنت راض الآن عن أخبار الجيش الحر وعن النتائج التي توصل إليها الجيش الحر، كتائب الجيش الحر على الأرض. طبعا الجيش الحر الأصلي الأصيل إلى الآن نحن راضين عن عمله برغم من قلة الإمكانيات وبرغم من المحاربة الشديدة التي تلقيناها خلال الفترة الطويلة، ولكن طبعا هناك بعض السلبيات وبعض الأشخاص أو بعض الكتائب التي تدعي بأنها هي للجيش السوري الحر وتقوم ببعض الإساءات في الداخل السوري. نقول بأن هذه الكتائب ليست هي للجيش السوري الحر، وإنما الجيش السوري الحر كان حرا وطنيا حقيقيا، خرج ليحمي المواطنين، خرج ليحمي الثورة، خرج ليقاتل بشار الأسد. هدفه الأول هو إسقاط النظام في سوريا وبناء الدولة السوري الدولة السورية الجديدة التي يتمنى كل مواطن سوري أن يبنيها ويصل حقه، وخرجنا لنؤمن حقوق الناس كاملة. نعم سيادة العقيد، الآن هناك تشكيلات تابعة لكتائب الجيش الحر كثيرة. أنت تفضلت وقلت بأنك ميزت بين الجيش الحر الأصيل وغيره من الكتائب. هل لديك تصور معين أو أسماء معينة عن كتائب تتبع للجيش الحر اسميا وتسيء لها؟
طبعا نحن لا نريد أن نذكر أسماء. نحن نعتبر كل كتيبة تسيء إلى الشعب السوري أو تشير إلى الثورة السورية وتتصرف تصرفات غير لائقة ولم تلبي طموحات الثورة وانحرفت قليلا عن أهداف الثورة، نعتبرها هي خارج نطاق الجيش السوري الحر. ونعم نقدر عملهم، هناك كتائب كثيرة تعمل على الأرض وتقدم، ولكن هناك طبعا في هدف أساسي يجب أن نحافظ عليه. نحن خرجنا وكل الذين يقاتلون وضحوا بدمائهم وضحوا بأنفسهم وضحوا بأموالهم في سبيل إنجاح الثورة، في سبيل إسقاط النظام، وفي سبيل إعادة الأمن والأمان وإقامة العدل على الأرض السورية. نعم، ننتقل الآن إلى أبو الخير العطار. السلام عليكم سيد أبو الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيدي. بما أنك سيد أبو الخير على الأرض داخل ريف دمشق، بالتحديد في مدينة معظمية الشام، لو تطلعنا الآن على الوضع الميداني داخل المدينة، خاصة أن المجلس المحلي والكتائب العسكرية في داخل المدينة أطلقت دعوة للإضراب اليوم 21 من شهر أيلول من أجل التضامن مع أطفال المدينة المحاصرين والذين يخوضون الآن معركة الصمود والرغيف. ما هي الأوضاع العسكرية اليوم داخل مدينة معظمية الشام؟ بداية أرحب بكم سيدتي وبأخ العقيد أبو محمد وبالسادة المستمعين. أختي الكريمة، المعظمية تخوض غمار حرب للحفاظ على وقوفها واقفة أو متحررة من أمام النظام من حوالي 10 أشهر، وهو يقوم بحصارها أشد الحصار، حصارا خانقا ظالما قتل فيها الأطفال جوعا. هذا غير الذين قتلهم بالطيران الحربي والمدفعية والدبابات. هذا عمل يومي. أما في هذه الآن بالنسبة للوضع العسكري على جبهات القتال، الجبهة الشمالية، الجبهة الغربية، الجبهة الجنوبية داخل مدينة معظمية الشام، ما هو الوضع ومن هو المسيطر؟ يقوم النظام وبشكل شبه دائم بمحاولات اقتحام البلد، وخصوصا من الجبهة الغربية أو الجبهة الغربية والجبهة الشمالية جبهة الأربعين. المحاولات دائما تبوء بالفشل نتيجة صمود وثبات أخواننا وشبابنا المقاتلين في الجيش الحر، ونتيجة قدرتهم على التضحية وجبن الطرف الآخر وعدم قدرة على القتال. هذه الحالة يومية. نحن اليوم في المساء تقريبا، وبهذه الأثناء تقريبا من المساء بداية السهرة حتى الآن، وقواتنا تخوض غمار حرب ضروس قوية بدون أي دعم، بدون أي مساندة من أي طرف من الأطراف، دفاعا عن المدينة ووقوفا بوجه الدبابات الطاغية والظالمة التي تحاول اقتحام البلد من جبهة الأربعين. وأظن صوت القذائف يصل إليكم. نعم سيدي. سيادة العقيد، بالنسبة للريف الدمشقي لغوطتي دمشق، معظمية الشام، جبهة معظمية الشام والامتدادها باتجاه مدينة القنيطرة وجبهة الغوطة الشرقية، بالتحديد مطار دمشق الدولي ودير سلمان وشبعة، ما هي آليات العمل اليوم وما هي مخططات الجيش الحر، إن كان لديك هناك تصور معين أو مخططات معينة لمواجهة النظام في تلك المنطقة، خاصة بعد أن استدعى النظام قوات موالية له من خارج سوريا؟ البارحة أثبتت الناشطون وأثبت مراسلو القنوات بأن هناك عراقيون وهنود. إذن هناك لدينا قوميات جديدة في الحرب ضد الحرية في الغوطة دمشق، بالتحديد جبهة شبعة. ما هي مخططات أو آليات القيادة في الجيش الحر من أجل تقوية الخطوط الأولى وجبهات المشتعلة في غوطتي دمشق؟ وبداية اسمح لي أن أحيي أبو الخير وأوجه له التحية وأوجه إلى أهالي المعظمية بشكل خاص. طبعا اخواننا في المعظمية اثبتوا حقيقة خلال الثورة انهم بحق ابطال واعادوا تاريخ وامجاد دمشق القديمة
ورجالات دمشق التي كنا عبر التاريخ نتغنى بهم حقيقة، وكانوا مثال للتضحية والفداء والصمود. أختي الكريمة، طبعا الوضع الآن أصبح في مرحلة نحن نقول بأنها مرحلة منعطف خطير للثورة السورية. يجب على الكتائب أن تتوحد أولا، ويجب أن تعود إلى المرحلة الأولى لبداية الثورة بالصدق والأمان والعمل الجاد لإسقاط النظام. نحن عاشرنا الثورة منذ اللحظات الأولى، وكان هناك صدق حقيقي، وكنا طبعا كانوا الأخوة الثوار وكنا معهم لحظة بلحظة، وكان السائر يملك البنبكشين وكان يملك البارودي وكان يقاوم الدبابة وينتصر. الآن دخلت بسبب المال السياسي دخل على الثورة، وبدأت هناك بعض الخلافات والظاهرة. نحن نقول بأن الأخوة في الداخل كلهم متوحدون حول عمل واحد وهدف واحد، ولكن المال السياسي أخذ الثورة باتجاه آخر. طبعا الوضع في دمشق وضع حساس جدا. نتمنى أن أعرف لمعظمي طبعا متضايقة بشكل كبير جدا، وأعرف حجم الضغط الكبير، وأنه لم يصلها شيء إلى الآن إلا القليل جدا من الأخوة الداعمين ومن بعض الجهات التي تدخل سلاح إلى سوريا ولم تقدم إلى أهالينا في المعظمة. ولو قدم إلى هؤلاء الأبطال قليل من السلاح سينتصرون وسيدحرون النظام رغم إمكانياته الكبيرة، لأن لديهم عقيدة ولديهم صدق حقيقة ولديهم نضال كبير جدا. طبعا يجب على الثوار الآن، نحن نقول وتواصلنا مع الغوط الشرقي، نتواصل معهم بشكل يومي تقريبا، وهناك يجب أن يتم قطع الاستيراد دمشق باتجاه المطار، هذه كمرحلة أولى لمحاصرة قوات النظام بالمطار وفصلها عن مدينة دمشق تماما. طبعا يجب أن يكون هناك تركيز على الحواجز، والآن هناك خطة إن شاء الله. نحن تواصلنا مع بعض الأشخاص الذين في مدينة دمشق، وممكن أن يكون هناك عمل مساعدة من الداخل إلى الخارج حتى يكون من السهل اختراق هذه الحواجز. وطبعا أخوتنا في درعا يقومون بأعمال بطولية جدا وفي ريف وفي القنيطرة، ولكن يتطلب الآن منهم أن يكونوا أكثر فاعلية نحن نعرف مدى انتشار القوات النظام في هذه المناطق. كل قرية يوجد فيها سكن، كل مدينة يوجد فيها سكنات، كل شبر في هذه المناطق يوجد فيها سكنات. يجب أن نعتمد على طبعا حرب العصابات، القنص، الاغتنام والانسحاب فورا من هذه المناطق. نحن نعتبر يجب أن لا نتثبت في منطقة، وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان. يجب أن نضرب ونكسب ونهرب حتى يضعف النظام ويدب الرعب ضمن صفوفه. طبعا هذه الخطة تطبق على بعض المناطق، ولذلك هناك تكون بعض الانتصارات. نتمنى على الجميع أن يقوموا بهذه الخطة. نعم، أفهم من كلامك بأن هناك انتصارات أو أمور تدعو إلى التفاؤل في الأيام القليلة القادمة في ريف دمشق. طبعا ليس في دمشق فقط، وإنما على كافة الجبهات. طبعا هذا ثقتنا بالله أولا، وبالأخوة المقاتلين في الداخل الصامدين الأبطال الذين يقاتلون على الجبهات رغم قلة السلاح ورغم الضيق الشديد من الأمور المادية والمعيشية التي يعانون بها، ولكن نحن نعول عليهم ونسعى جاهدين لتأمين قدر ما نستطيع. أنا في مشكل طبعا، في هناك كل الناس تعرف أن هناك أصبح في مضايقة عليه كبير جدا، لأنني كنت أسعى إلى مشروع هو تحريك الساحل وتحريك دمشق تحديدا وحمص. يجب هذه المناطق أن ننهي النظام فيها بشتى الوسائل حتى لو أوقفنا القتال في المحافظات الأخرى. نعم سيدي، قبل أن ننتقل إلى خطتك الجديدة ومشروعك في إعادة هيكلة الجيش الحر، نطرح الآن السؤال بالنسبة لخصوصية مدينة معظمية الشام، وبعد أن وصلت أخبار بأن هناك ما يقارب 5 أشخاص توفوا جوعا. أريد جواب محدد عن ماهية عمل الجيش الحر. هل لديكم خططا بالنسبة لهذه المدينة
لفك الحصار أو على الأقل للمساعدة الإنسانية للأشخاص العالقين المدنيين من الأطفال والنساء داخل مدينة معظمية الشام؟ طبعا تفضل. عفوا السؤال الآن سلامين. تفضل. أود أن أسمع الإجابة أولا من العقيد رياض الأسعد، ثم أنتقل إليك سيدي أبو الخير لنواكب أو نوافق، نصل إلى حالة من التوافق بين القيادة وبين قوات الجيش الحر على الأرض. تفضل سيدي رياض. طبعا أختي الكريمة، موضوع الإغاثة بدمشق أنا بحثت مع عدة جهات المتواصلين الموجودين في تركيا، ولكن النظام قدر أن يقطع الطريق لفترة من منطقة قريتين. كل الناس يعلم أنه يعني منطقة قريتين هي الوحيدة التي كان يدخل عبرها إلى جبال القلمون ومن ثم إلى دمشق. هذه يعني استطاع النظام خلال الفترة الماضية السيطرة على منطقة قريتين، ولذلك أصبحت هناك صعوبة كبيرة في إرسال المواد الإغاثية إلى دمشق. ونحن نقول لإخوتنا في الغوطة الشرقية يجب عليهم أن يساعدوا أخوتنا في المعظمي بشكل كبير جدا، ولأنهم هم أسهل أن يصل إليهم من المعظمي. وطبعا الكل يعلم بأن جهة الأردن مفتوحة، ولكن هناك طبعا في حرص شديد، وهناك طبعا تجديد كبير جدا من السلطات الأردنية باتجاه الحدود على إلى الداخل السوري. هذه المشكلة إلى الآن لم نستطع حلها، ونحن نسعى جاهدين إلى فتح الطريق الشمالي باتجاه دمشق، لأنه هو الشريان الوحيد الذي يغذي دمشق بشكل صحيح وبشكل منتظم. نعم، اسمح لي سيدي أبو الخير لأنتقل مقاطعة لك لعامر القلموني. الزميل عامر القلموني الآن معنا. عامر، لو تطلعنا أنت كثائر على الأرض من القلمون، هل أنت كثائر على الأرض ترضى عن الانتصارات التي تم تحقيقها؟ هل هي ضمن آمال وطموحات الشعب السوري الآن؟ نعم، أول شيء خليني أسلم على سيادة العقيد وعلى سيد أبو الخير، سعد مساكم. بما أني مدير المركز الإعلامي بالقلمون، يعطيكم العافية. بالفعل لازم نعترف حقيقة بحجم القوة العسكرية الموجودة كجيش حر بالقلمون ومنطقة محررة. أكيد سيادة العقيد والكل بيعرف قديش طولها وقديش المفروض أن تخدم الثورة السورية، ولكن للأسف الفعل أنا وكثير ناس اليوم وناس على الأرض كناشطين إعلاميين وكناس مؤيدة للثورة عموما ما في رضا كبير عن النتائج اللي عم يحققها الجيش الحر بالقلمون أو النتائج اللي عم تصير عموما. يعني إحنا عم ننظر لحجم السلاح الموجود وحجم المقاتلين الموجودين. عم نلاقي مثلا عنا عشرات الألوية وعشرات السيارات وعشرات الأسلحة وإلى ما شابه، ما عم نلاقي بالشهر عملية نوعية واحدة فقط مثلا للجيش الحر، اللهم إلا من رحم ربي يعني. وللأسف يعني صار عنا عمليات يا ريتها ما صارت. يعني احنا عم نحكي اليوم مثلا عن عمليات ضخمة وصل فيها الجيش الحر لنسبة تحرير 80% ويتم الانسحاب. فبتخيل يعني، وطبعا كلياتنا بنعرف عندما يتم الهجوم على أي لواء أو أي قطاع عسكرية تابعة لقوات النظام شو عم يصير بالبلد اللي عم تكون موجودة فيها، كيف النظام عم ينتقم. يعني مثلا معركة الرحيبة عندنا 100 شهيد على الأقل، كلياتهم يعني راحوا بنهاية بعد هدنة. يعني وصل الجيش الحر لنسبة تحرير 80% من اللواء 81 من ثم انسحب. يعني ما راح انظر بالأسباب أو ما راح أنت كإعلامي وأحيانا تكون إعلامي عسكري مع كتائب الجيش السوري على الأرض، لماذا بعد أن يتم تحرير هذه النسبة الكبيرة كما في المثال الذي طرحته، لماذا يتم الانسحاب من قبل قوات الجيش الحر؟ وأكيد هذا يؤدي إلى حالة احتقان شعبي داخل القرى التي يتم الانسحاب منها. أنت كناشط على الأرض وكما شاهدت، لماذا يتم الانسحاب من قبل قوات الجيش الحر، وما أثر ذلك على الشعب داخل البلدان التي يتم منها الانسحاب؟ بالفعل ذكرت نقطة مهمة كتير، اللي هي أنه الاحتقان الشعبي اللي عم يصير على الجيش الحر، سواء بالمناطق اللي فيها تواجد عسكري وما عم يتم فيها أي تحرك عسكري، أو سواء بالمناطق اللي صار فيها تحرك عسكري ناقص. يعني أنا وقت بلش بمعركة عسكرية وما أنهيها للآخر راح يكون عندي بالفعل احتقان شعبي ضدي.
طبعا الألوية اللي أطلقت معركة لواء 81 صرحت أنه أهالي مدينة الرحيبة هي اللي ضغطت على الجيش الحر لفض الهدنة. صراحة ما عندي أدنى فكرة عن الموضوع يعني وشو صار على الأرض يعني، ورأيي الشخصي راح يكون على جنب طبعا. طبعا بس كرأي شخصي أنا بعتبر أن المعركة كان المفروض أنها تستمر 80% بالنسبة لتحرير اللواء، بالإضافة لعدد كبير من القطع العسكرية والكتائب الصغيرة اللي كانت محيطة فيه، كان كفيل أنه بالفعل نتخلص من اللواء 81 لسيادة العقيد رياض الأسد. أكيد بيعرف شو هو هذا اللواء، بيعرف حجم الأسلحة اللي موجودة فيه. فنحن هون هاي الفكرة يعني. احنا اليوم سيادة العقيد ذكر انه نحن بحاجه لاغتنام، بحاجه الحمد لله هذا الموضوع تم وعم يتم بكل عمليه عم تصير، ولكن يعني هلا اليوم اللواء 81 رجع اقوى مما كان. فانا بالنهايه خسرت ما استفدت، وهذا بمنظوري الاعلامي طبعا. اكيد سياده العقيد والعسكر له نظره ثانيه، بس نحن عم نحكي كناس على الارض وكناس كناشطين اعلاميين. نحن صراحة للأسف وبكل أسف يعني بعض التصرفات عم تفرض سمعة تانية على الجيش الحر للأسف. بنتمنى أنه بالذات منطقة القلمون سوف يكون لنا عودة إلى النقطة التي ذكرتها من سمعة الجيش الحر. الآن أكون مع السيد أبو الخير العطار. سيدي، بالنسبة لمعنويات المقاتلين داخل مدينة معظمية الشام، من ثم معنويات السكان المدنيين داخل المدينة، ماذا تطلعنا من داخل مدينة معظمية الشام عن المعنويات؟ سيدتي بس لكن ملاحظة صغيرة أحب أن أعرج على السؤال اللي تفضلتي سألتي فيه الأخ عامر. الشكل الطبيعي للجيش الحر أن يهاجم منطقة عسكرية ما ويغتنم منها أو يستعيد ملكية السلاح الذي يجب أن تعود ملكيته للشعب حقيقة، وثم بالشكل الطبيعي أن يترك المكان ويخليه ويهرب. هذا شكل طبيعي، لأنه ثبات القوات أو قوات الجيش في هذه المناطق يعني قتلها بالطيران وبالدبابات والمدفعية، لأن بقايا عصابات الأسد ما زال هو الذي يملك السلاح بعيد المدى من الطائرات والمدفعية والدبابات. هذه نقطة أقولها يعني على جانب سؤالك للأخ عامر. أما عن معنويات الجيش الحر في معظمية الشام، أختي من بداية عندما خرج الشباب، ومعظمية للتنويه وللتذكير فقط هي ثاني مدينة خرجت ضد النظام بعد درعا مباشرة ب3 أيام، ومن حينها خرجت مؤمنة إيمانا كاملا ومطلقا بالله عز وجل وبالنهاية المحتومة لكل نظام ظالم غاشم ظلم البشر وديكتاتورية فاسدة عاثت في الأرض فسادا يجب أن تنتهي. انطلاقا من هذه القاعدة ومن هذه النقطة انطلق الشباب وما زالوا حتى الآن رغم ما أصابهم من إحباط كبير جدا من خلال ترك الناس وتخلي الناس المحيط المباشر على الأقل عنهم، وعدم تقديم أي شيء مما يستحقون من دعم. مع كل هذا مع كل هذه الحالة الصعبة جدا جدا، شبابنا يمتلكون إرادة وإيمانا شديدين جدا بالله عز وجل وبالقدر المحتوم وبالنصر وبهزيمة هذه العصابات الفاسدة التي تتخلى أصلا عن مواقعها إزاء أي طلقة. فالناس أين سمعتم، أين سمع البشر، أين قرأتم في التاريخ العسكري أن الدبابة تقابل ببندقية؟ هذا شيء يعني في الخيال لن يكتب. مع ذلك في الحقيقة أن شبابنا استطاعوا أن يوقفوا الدبابات بالبنادق فقط، وأن يفجروا ما لم يفجر بأقل سلاح ممكن. لذلك أختي الكريمة، الجيش الحر لا يخشى عليه في المعظمية. أهل البلد المدنيين قدموا أرواحهم، قدموا أنفسهم، قدموا ما يملكون بالكامل لشباب الجيش الحر. تعاضد وتكامل وتكافل بين الجيش الحر وبالأهالي. لذلك الموضوع اطمئنوا رغم كل القلة التي نعيش فيها، اطمئنوا واجعلونا دائما نحن الحصان الرابح. نعم، إن شاء الله نأمل أن تكون طبعا النصر لمدينة معظمية الشام مدينة الصمود. أنتقل إليك سيادة العقيد رياض. بالنسبة للأحداث الأخيرة التي حصلت في حلب، بالتحديد في بلدة عزاز، بين الكتائب التابعة للجيش الحر ودولة الإسلام في العراق والشام، هل تابعتم الموضوع؟ كلمة بداية اسمحي لي أن أنوه على نقطة واحدة،
تفضل. طبعا منطقة القلمون الأخ عامر بيعرف، أنا خدمت منطقة القلمون وأعرف. هي منطقة القلمون هي عبارة عن مستودعات الجيش الاستراتيجية كاملة، وهي كل القطع العسكرية الموجودة في منطقة القلمون عبارة عن مستودعات، ليس قطع عسكري محاربة أغلبها. ولذلك أنا منذ البداية كنت طبعا طلبت من كل المقاتلين بالقلمون حتى من الشام أن يخرجوا من الغوطة الآن ويتجهوا باتجاه القلمون، لأنه في حال نحن سيطرنا على القلمون والسلاح اللي في القلمون نحن لن نحتاج إلى الخارج وسنكون أحرار. وطبعا السيطرة على هذه القطع سهل جدا وليست صعبة، لأنها عبارة عن قطع متناثرة وهي مؤخرة للجيش وليس فيها قوات محاربة حقيقية. طبعا اللي عم بيصير انه في يعني عم بيتم الهجوم على بعض القطع. للاسف الى الان لم نستطع الخروج من هذه المعضله الكبيره التي مشكله الغنائم. مشكله الغنائم هي التي تفشل كافه الاعمال العسكريه، وهذا الامر انا ناديت فيه كثير وتكلمت فيه كثير و يعني اصدر بيانات بهذا الامر، انه الغنائم هي ملك للثوره السوريه وليس وليست ملك لألوي او اشخاص. للأسف هذه الثقافة لن نستطيع إلى الآن نزعها. وأنا طلبت تشكيل لجنة شرعي من الأخوة بعض المشايخ حتى يدخلوا إلى الداخل ويعطوا دروس للمقاتلين في الداخل ويجلسوا معهم لأشهر حتى لمدة أكثر من أسابيع، حتى يعني ننزع هذه الفكرة من هؤلاء الأشخاص الذين يسيئون إلى الثورة وحقيقة تنعكس سلبا على أهلنا في الداخل. وأنا كنت منذ البداية أقول يجب أن لا تدخلوا أي مدينة، لأن المدينة عندما أنت تدخلها سيخسفها النظام، والذي يتأثر هو الأخوة المدنيين وليس المقاتل، لأن المقاتل يحمي نفسه ولديه سلاح. ولذلك طبعا نحن نتمنى على الجميع أن يخرجوا من مشكلة الغنائم ويعتبروا في حال اعتبرنا. وطبعا هذه الثقافة إذا انتشرت بين الكتائب وبين المقاتلين في الداخل بأن الغنائم هي ليست ملك شخصي وليست ملك لأحد، وإنما هي ستسخر إلى العملية الأخرى، سننتصر خلال فترة قصيرة جدا لا تتعدى الشهر. أنا أقول لكم نعم، والجميع يعلم يعني هذه نقطة حساسة جدا غائبة عن الجميع. ولذلك عندما يدخلون اللواء الأقوى يفرض سيطرته ويقول الغنائم الف، فبعض الكتائب تنسحب ويكون هناك في خلاف فتفشل العملية. هذا السبب الأساسي في فشل كثير من العمليات في كل المحافظات وليس في منطقة القلمون. طبعا بالنسبة لما جرى، تفضلي. نعم تفضل. طبعا بالنسبة لما جرى في منطقة عزاز، أنا كنت متابعة لحظة بلحظة، وكنت أتصل مع النقيب أحمد وتواصلنا مع بعض الأخوة في الدولي، أرسلنا لهم بعض الأشخاص في سبيل وقف هذه المهزلة. حقيقة نحن لدينا اليوم هدف أساسي هو إسقاط النظام. نحن ضد أي نوع من أنواع السجال الداخلي وأي نوع من أنواع الاقتتال الآن بين الفصائل مهما كان نوعها. نحن نختلف، نعم نختلف في الفكر، نختلف ممكن نختلف في كثير أشياء مع بعض كثير من الناس، ولكن اليوم لدينا هدف أساسي هو إسقاط النظام. يجب أن نبتعد عن هذه الأمور تماما. يجب الآن أن نوجه السهم الأساسي، ويجب أن نضع نصب أعيننا، والهدف الأساسي هو إسقاط النظام. وبعد إسقاط النظام سيحل كل شيء، وسنتحاور مع الجميع. إن لم يقبلوا في الحوار هناك طبعا إجراء آخر. وطبعا نتمنى من الله أن يكون هناك وقف يعني بشكل كامل لإخماد هذه الفتنة التي انطلقت في بعض المناطق. ومنذ يعني أكثر من ساعة اتصلوا معي الآن جماعة من عزاز كمان، وتم التواصل معهم، والآن نحن بصدد تشكيل كتلة أو مجموعة كبيرة هناك حتى تكون يعني لردع الفتن التي ممكن أن تحدث في أي منطقة. تقصد أن التكتل الذي ذكرته فقط في مدينة عزاز أو في المناطق التي يتم فيها الحساسية بين الكتائب الإسلامية والجيش الحر، أم بمطلق المناطق انتشار الجيش الحر في سوريا؟ لا طبعا لما قعدنا الهيكل نحن كنا نتواصل مع الجميع في الداخل السوري، ويجب أن تبنى الآن قوة حقيقية في كافة مناطق سوريا. هي ليس هي فقط لفتح النزاع ويعني فرض واقع معين على الأرض بحيث أن لا تكون هناك فتنة بين أي كتيبة وأخرى. ونحن أنا أسعى مع الجميع، وأنا كنت منذ البداية أتواصل
لما تشكلت الأركان أنا قلت أعطيت الأمر كله للأركان، في حيث أنا انتقلت إلى الأرض وبدأت بمقابلة بعض الكتائب، وانتقلت بين الكتائب وحتى يعني كل المجموعات، وتفاهمنا على صيغة عمل، وانطلقت إلى دير الزور، وأنا كنت منطلق إلى كل المحافظات في سبيل كنت عارف أو كنت يعني كنت مستقبلا حاطط نصب عيني أنه ممكن أن تكون هناك تحدث فتنة، يجب أن نطفئ الفتنة منذ البداية، وأن يجب أن يكون هناك في وثيقة عمل أو يعني عمل مشترك ووثيقة تفاهم بين الجميع. نعم. نعم. ننتقل فيما بعد إلى إعادة الهيكل التي تطرحها أنت وما مضمون هذه الهيكلة الجديدة، لكن دعنا نبقى الآن في مدينة عزاز بحلب. الآن ما هو الوضع السائد داخل المدينة، وما هي العلاقات التي تنظم أو ما هي القوانين التي تنظم العلاقة بين الجيش الحر وبين كتائب الإسلامية، وما الذي اتخذتموه من أجل منع الفتنة مرة ثانية؟ لو توضح لنا بالتفصيل هذه النقطة. طبعا أنا اتصل معي أول أمس نقيب أحمد وحكيت معه، فقال احنا متجهين باتجاه منطقة عزاز ولازم يخرجوا الإسلاميين من منطقة عزاز بالكامل وإلا سنقاتلهم. فأنا طبعا هديت الموقف لحظات، وكان في تواصل من جهات أخرى مع الدولة لإيقاف هذه الفتنة. فالحمد لله تم في اتفاق وتم في تبادل بعض الأسرى. الآن طبعا هناك حشد باتجاه المعبر من الشباب إلى الآن. طبعا الآن الوضع هادئ تماما، وإن شاء الله يعني هناك في أناس ناضجين أو أشخاص يعني طيبين من الدولة، وكانوا هن معارضين تماما لهذا العمل من الدولة، ووقفوا بصدق ووقفوا بشجاعة أمام أنه يجب أن لا تكون هناك فتنة، ونحن لم نأتي إلى هنا حتى نقاتل أخواننا المسلمين يعني من الجيش الحر أو من أي فصيل آخر. وهذا كان يعني خطوة طيبة جدا للاتفاق. طبعا تكلموا اليوم معي من مدينة عزاز، الآن الوضع يعني في توتر، ولكن نحن نسعى جاهدين إلى نزع هذا الفتيل بشكل نهائي إن شاء الله، ويعني على تواصل دائم معهم. ولكن نحن الآن نضمن بأن لا تكون هناك فتنة وننطلق في الطريق حتى إن شاء الله الانتهاء بشكل كامل. نعم سيادة العقيد، استوقفتني كلمة بأن هناك في داخل دولة الإسلام والعراق في مدينة عزاز من هم انتبهوا بأن الموضوع كله فتنة، وهذا أمر جيد يشير إلى مؤشر إيجابي بأنه ليس كل الحساسية بين كتائب الجيش الحر ومن يطلق عليهم بالكتائب الإسلامية سوف تكون ذات خطورة على الوضع في سوريا. لكن لو توجهت إليك بالتحديد أن تحدد لي كلمة الإسلاميين، من هم الإسلاميين بمنظور رياض الأسعد؟ طبعا نحن نعتبر كل الثوار في سوريا هم إسلاميين. أنا بمنظوري كلياتنا نحن إسلاميين ونحن إسلام. جميل. ولكن هناك بعض الجهات الدولية وبعض الأشخاص الذين يحاولون زرع الفتنة على وسائل الإعلام وكذا، فأطلقوا هذه التسمية للأسف، وفصلوا بين السوريين حتى بين السوريين أنفسهم بأن هذا فصيل إسلامي وهذه كتيبة إسلامي وهذا جيش. لا، نحن نقول نحن كلنا إسلام ونحن كلنا إسلاميين. نحن نرفض هذه التسمية تماما. نحن نقول مقاتلين وثوار ونحن مجاهدون على الأرض في سبيل إسقاط هذا النظام. هذه التسمية يجب أن تلغى. يجب أن نكون أخوة حقيقية، لأن الإسلام يأمرنا أن نكون أخوة، ولا يكون نحن كلنا مسلمون. هذه الكلمة طبعا وضعوها لتفرقة الصفوف، وضعوها لمرحلة محددة حتى يثيروا الفتنة ويطلقوها بأن هناك إسلاميين وهناك. طبعا نحن إسلام ونحن نصلي ونصوم. نحن أهل الشام هم أهل الإسلام، وكل الثوار في سوريا هم انطلقت الثورة من الجوامع ولم تنطلق من الشوارع. انطلقت كل الناس منذ البداية، وكان كله يهتف ما غيرك يا الله. هذه الشعارات كلها طبعا كل الثورة أعطت هذه النظرة. ولكن للأسف الذين يتحكمون في المال السياسي أو بعض الدول حتى تعطي ذريعة للنظام بأنه يقتل أكثر، أو حتى يوحون للناس بأن هناك تفرقة في سوريا أو هناك متشددين أو كذا. نعم، هناك بعض الأشخاص
ممكن أن يكونوا شديدين، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن نتحاور معهم قبل أن نطلق الرصاص. نعم، إذا نعود لفكرة الدعم والمال السياسي والعسكري هو سبب التفرقة والتمايز بين كل الفصائل على الأرض في جبهات القتال والاشتباك. سيد رياض الأسعد، تحدثت وسمعنا أن هناك هيكلة جديدة تطرحها على الساحة من أجل إعادة هيكلة الجيش الحر. لماذا يريد رياض الأسعد أن يعيد هيكلة الجيش الحر؟ طبعا انطلاقا من وضع العام الذي آلت إليه الثورة السورية، من طبعا خلافات ومن واقع على الأرض، ومن الأخ ذكر أخ عامر والأخ يعني ذكروا أنه هناك طبعا في استياء كبير في الداخل السوري، ونحن تركنا فترة طويلة للأركان حتى يعني تقوم في واجبها، وأرسلنا كل الكتائب وتم تسجيل عدد الأركان، ولكن للأسف لم يكون هناك عمل منظم بشكل يعني حقيقي لهذه الثورة، وأصبح هناك تشتيت هذا الناس كله تعلمه على الأرض السورية، وظهر المال السياسي حقيقة، وبدأت التفرقة على الساحة. وكان من واجبنا، أنا كنت أعمل يعني في الداخل السوري لتوحيد الصفوف بين كل الفصائل، بكل الفصائل، أنا أقول كل الفصائل الثورية، لا أقصد كل، يجب أن يكون. ووصلت إلى نتيجة إيجابية جيدة جدا، وذهبت إلى دير الزور لاستكمال هذه المهمة، ومن هناك كنت سأنطلق إلى دمشق وإلى حمص حتى نستكمل هذا المشروع، وتكون هناك فعلا قيادة حقيقية، ويكون هناك يعني انسجام كامل وتوحد كامل مع كل الكتائب. وطبعا أنا وصلت حتى بعض الكتائب التي هذا السر للناس اليوم لازم نكشفه ونقول على حقيقة. وصلت إلى يعني أمر إيجابي جدا، بعض الفصائل التي يعتبرها الناس مشددين، وأخذت منهم عهد كامل بأنهم ليس لهم أي مصلحة في سوريا، وليس لهم أي بعد سقوط هذا النظام. طبعا أنا عندي وثيقة بهذا الكلام، وحتى أنه سقف المرتفع الخلافي هم كانوا يقولون، حتى طبعا أحد الأشخاص قال: أنا أخي، نحن إذا كان هناك مصلحة عليا تتطلب أن يعني بعض الأسماء نتنازع عنها، نحن سنتنازع عن بعض الأسماء ونعمل تحت راية الجيش السوري الحر، وسنكون يدا بيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فبعد أنا خرجت من المشفى بكثرة الاتصالات من الداخل وكثرة الناس المتصلين بأن هناك طبعا يعني الثورة اتجهت باتجاه آخر، والآن بدأت بوادر الفتنة، فكان من واجبي الآن أن يجب أن يعاد هناك الجيش السوري الحر الحقيقي إلى مجرى الثورة، ويجب أن يمسك في الدفة الآن، ويجب أن يوجه الثورة بالشكل الحقيقي. وانطلقت حقيقة، وكان هناك يعني اتصالات واسعة مع كل المحافظات، وكان هناك تكتلات أبدت رغبتها، حتى بالرغم أنه يعني تكلموا أنه أخي نحن لا نطلب منك دعم نهائيا، ولكن يجب أن تتوجه السفينة بالشكل الصحيح الآن. فإن شاء الله يعني، ونحن بدأنا الآن في كل محافظة أن يكون هناك تشكيل أو نواة لهذه التشكيلات، حتى يعني قدر الإمكان تتوجه الثورة بشكل حقيقي جدا، بشكل صحيح جدا، وأن تتوحد. ونتمنى من الجميع أن يلتفوا الآن ويضعوا يدا بيد وننبذوا الخلافات، لأن الخلافات تؤخر الثورة. وبالأول والأخير أخي، طبعا لم يقتل أحد من الدول الفلاني أو من الدول الفلاني، وإنما الذي يستشهدون في سوريا هم أخي وأخوك وابني وابنك وعمي وعمك، وكلنا أصبحنا أسرة واحدة، لأن الدم السوري اليوم أصبح دم واحد. ولذلك نعتبر الشعب السوري كله عائلة واحدة. يجب أن نفكر في بناء الدولة، يجب أن نفكر في بناء الدولة حقيقة. يجب أن يكون هناك مشروع وطني لبناء الدولة. أنا بنظري بشار الأسد ساقط، النظام في سوريا منتهي. يجب أن يكون هناك بناء دولة حقيقية لاستلام السلطة في سوريا، استلام كافة المناطق وتنظيم كافة المناطق وكافة القرى وكافة الطرقات. يجب أن نعمل على هذا العمل الآن. يجب أن كل يجب أن يتحمل مسؤوليته في اتجاه هذه الثورة، مدني وعسكري ومنشق وحامل سلاح وثائر وشيخ وأستاذ مدرسي ودكتور. يجب كل أن يعمل في مكانه الحقيقي لبناء هذه الدولة. يجب أن لا يكون هناك فراغ في أي منطقة من المناطق. يجب أن تعود الثقة لهذه الثورة.
يجب أن حافظنا الشعبية نحافظ عليها بشكل كبير جدا، ويجب أن تكون شعبنا يفتخر بنا، لا أن اليوم ينتقدنا. يجب أن تعود، يجب أن نعود إلى الشعب السوري، يجب أن نعود إلى أخوتنا في الداخل. طبعا هن أساس الثورة، وهن غطاء الثورة، وهن من نقوى بهم ويقوون بنا. يجب أن نكون نحن خدام لهم الآن وبعد إسقاط النظام. يجب أن نكون نحن خدام وليس حكام. هذه طبعا انطلقنا نحن من هذه الفكرة، والحمد لله حققنا نتيجة إيجابية جدا. والآن نحن بصدد تأمين بعض الأمور اللوجستية والإغاثة إلى الداخل، ومشفى ميداني حتى يكون مشفى حقيقي لأهلنا في سوريا. نعم، أنتقل إلى العقيد أبو الخير العطار. سيد أبو الخير، هل توافق الرأي بأنه من الضرورة هناك حسب الواقع من أوجد الواقع ضرورة لإعادة هيكلة الجيش الحر؟ هل توافقنا في هذا الرأي؟ أول شيء أنا أعذر السيد المذيعة على إعطاء الفصل أو الوقت الأكبر للأخ محمد العقيد رياض. فعلا يعني من أنا أعذرنا أخي أبو الخير، والله أنا بالعكس أتمنى أن أسمع منكم، وأنتم يعني أنا أفتخر بكم. حياك الله. على كل حال سماعي لك هو مكسب حقيقة، وأنا أعذر بالوقت المذيع، لكن الوقت تداركنا وعسى. طيب، أنا بس أحب أن أدلي بدوي في هذه النقطة، أن أوضح نقطة أو أضيف إلى الأخ العقيد رياض على موضوع الغنائم التي تحدث عنها في السؤال السابق. أقول أختي الكريمة، لو كان للجيش الحر قيادة مركزية حقيقية، قيادة عسكرية مركزية حقيقية، لما كانت الغنائم هي عبء، بل هي مكسب حقيقي للثورة، وهي من يعجل في إنهاء الثورة وإنهاء النظام بشكل سريع جدا جدا. لكن الوجع الأساسي أن الجيش الحر انطلق من القواعد لكن لم يصل للقمة بشكل هيكلي صحيح. لذلك أصبحت في كل الحالات الغنائم أو استعادة السلاح ملكيته للشعب كانت عبئا على الجيش الحر، ولم تكن مكاسب، لأنها لم يستفد منها حقيقة بشكل فعال في المعارك التالية، بدليل أن السلاح الميم دال الذي اكتسب أو استعادة ملكيته بيد إخواننا في الفلمون لم يستفاد منه في فك الحصار، لا على الغوطة الشرقية ولا على المعظمية. هذه النقطة حبيت أن أوضحها أو أضيفها لكلام الأخ رياض. النقطة الثانية اللي تفضلت فيها إعادة الهيكلة، هي يعني كلام مفهوم لكن ليس هو الصحيح تماما. الهيكلة موجودة من خلال ألوية، موجودة قواعد على الأرض، إنما ليست لها قيادة، ليست لها قيادة حقيقية. إذا أن الأركان لا تملك أي سلطة على أي تشكيل أو أي لواء منتشر على الأرض نهائيا. الأركان هي فقط جهة إن استطاعت أو إن أحبت أو إن أعطت بعض التمويل أو بعض الدعم لأي لواء فأخذه منها واكتفى. أما الأركان هي غير موجودة حقيقة قيادة، بدليل أن الأركان بعد إنشائها بحدود سنة تقريبا لم تخطط وتنفذ أو تشرف على تنفيذ أي عملية قتالية. لم يخرج البيان من مكاتب الأركان بيان عن أي عملية قتالية، هي مجرد كانت ناقل للخبر كأي ناشر إعلامي أو كأي متحدث إعلامي. لذلك أختي الكريمة، هذا الكلام اللي تفضل فيه الأخ رياض هو حقيقة أمر واقع، وإن تأخرنا به إعادة تنظيم أو هيكلة الجيش الحر ككل قيادات وقواعد، إن كل ما تأخرنا في التنظيم في هذا التنظيم تأخرنا في الوصول إلى النصر، وكل ما أسرعنا في تنظيم عمل الجيش الحر وهيكلته بشكل صحيح مؤسساتي صحيح أسرعنا في تنظيم العمل، بالتالي أسرعنا في تحقيق النصر إن شاء الله. نعم سيد أبو الخير، أنتم في الجمعية العمومية التابعة للمجلس الثوري السوري الأعلى سمعنا بأن أيضا لديكم مشروع قد يلتقي مع مشروع السيد رياض الأسعد، فما هي خطتكم؟ وهل بالفعل هناك اتصال بينكم وبين السيد رياض بشأن إعادة هيكلة الجيش الحر؟ نعم أختي الكريمة، نحن والأخ رياض نحن مشتركين في مشروع واحد، نحن مشتركين نحن وكل حر على الأرض السورية في مشروع واحد، هي ضم كل العناصر أو كل القوى التي ليس لها مصلحة خارجية، ليس لها أي ارتباط خارجي، في إطار واحد يلي سميناه هو المجلس الثوري الأعلى، وانطلقت منه الجمعية العمومية اللي هي مؤسسة سياسية تضم كل القوى السياسية والعسكرية لقيادة دفة الجيش الحر
والعملية السياسية بشكل كامل لقناعتنا الكاملة بتقصير الطرف الآخر يلي هو الائتلاف والأركان. فنحن نلتقي مع كل حر وليس مع نعم. الأخ العقيد رياض فقط. إذا أفهم من كلامك أن لديكم كادر قيادي موجود على الأرض لقيادة المرحلة الراهنة، أم هو ما يزال في طور التخطيط والتنظيم لما بعد هذه المرحلة الراهنة لقيادة الجيش الحر، أو للسير بالجيش الحر أو بانتصارات وعمليات الجيش الحر نحو التحرر الكامل؟ نحن أختي الكريمة قوات الألوية والوحدات والتشكيلات تبعنا هي على الأرض، هي عاملة على الأرض. أما موضوع القيادات فقياداتنا موجودة كضباط، نحن كضباط وقيادات موجودين على الأرض وموجودين في التخطيط العمل اللي عم نشتغل فيه، لكن نحن لن نعلن عن قيادة موجودة كبديل عن الأركان، لأننا لا نريد أن نكون يعني أداة تخريب أو تأخير لعمل الثورة. نحن نحاول أن ندمج عملنا تقريبا بعمل أركان، إلا في بعض الأمور التي لا نرضى عنها نعلنها، كما أعلن الأخ رياض عن أشياء كثيرة كالارتباط بالخارج، كتنفيذ عمليات لمصلحة الخارج. نحن نرفض هذا الكلام رفضا قاطعا. نحن ككوادر وقواعد موجودين على الأرض وقادرين على قيادة أي عمل في أي مرحلة. نعم، أنتقل إلى عامر القلموني. عامر، لو كنت تسمعني الآن، الحاضنة الشعبية للجيش الحر هل ما زالت في زخمها أم أنها تناقصت؟ وما رأيك أنت كناشط إعلامي في الحاضنة الشعبية للجيش الحر؟ نعم بالفعل، بالنهاية لازم نحن يكون عندنا شيء كتير واضح، إنه نحن في عندنا شرف عسكري مثل ما هو شرف الوطن، هو شرفنا كمان. الجيش الحر هو شرف الثورة السورية. لكن للأسف يعني بعض المتمثلين والذين يعملون باسم الجيش الحر بالفعل يعني يبدو أنه نظام نجح لحد كبير نوعا ما بتشويه السمعة. هذا الشيء عم بحكي لك إياه على الأقل بمنطقة القلمون، حتى الغوطة الشرقية. يعني نحن معنا نحن بالنهاية قطاع متواصل وقطاع واحد. يعني نحن للأسف اليوم في شغلة، إذا وللبد تم خطف شخص معين، أنا ما عندي مرجعية معينة ولو شو ما كانت تكون، ولا حتى أي حدا أقدر أرجع لأقول إنه هالشخص الفلاني ما له أي ذنب، ما له أي علاقة، أو على الأقل قدموا له محكمة. أنت خطفته على أي أساس؟ أنا ما عندي أي مرجعية كبرى أرجع لها تفرض سيطرتها، مثل يعني هو اللي هو الوجع الأول والأخير للجيش الحر بكل سوريا. يعني هلا انا لازم لو كان في عندي مرجعيه واحده انا، وكانت هي المرجعيه بالفعل صادقه وقادره ان اتحرك. مثلا يعني سياده العقيد رياض الاسعد اكثر حدا بيعرف، نحن عندنا بالقلمون اختفت 25 سياره سلاح، ما حدا عرف وينهم، فيها صواريخ وفيها الى ما شابه. والشخص نعم. نبقى في سياق السؤال. كنت أسألك عن الحاضنة الشعبية، هل ما زالت في زخمها تحضن الجيش الحر أم هناك تناقص في مؤشر الحاضنة الشعبية تجاه الجيش الحر؟ نعم، هي الأمور اللي عم بحكي لك إياها أختي، معلش، هي الأمور صحيح جارحة للأسف، بس هي بالنهاية كلها عم تؤدي لتشويه سمعة الجيش الحر على الأرض. يعني احنا وقت عم نوصل لمرحلة انه نحن الجيش الحر يتحول لجلاب بالمناطق المحررة، هذا كله شيء عم يفرض رؤية ثانية على الجيش الحر من قبل المدنيين. طبعا لساتها الحمد لله رب العالمين بنسبة كبيرة الصورة مشرقة، وفي عندنا كتائب نظيفة، وفي عندنا كتائب عاملة بشكل جدي وفعال، عم تشتغل ضد النظام، وحتى عم تشتغل بكثير من الأحيان إنه تسهل كثير أمور. عم نحكي عن المناطق المحررة، بالإضافة للناس اللي عم تقاتل على الجبهات. بالنهاية عندنا جبهات قوية جدا اليوم. عندنا الجيش الحر بوسط العاصمة ببرزة عم يقتل اليوم 10 عناصر أثناء اقتحام الحي، رغم أنه الحي محاصر من أشهر. نفس الحال بمعظمية الشام، نفس الحال بغوطة دمشق الشرقية، حي جوبر، القلمون، وعدة مناطق أخرى. يعني هي جبهات الزبداني اليوم كمان. عمر، لو تعطيني القليل من الوقت فقط لتوضيح هذه الفكرة، بأن الجيش الحر هو مجتمع كأي مجتمع، فيه الإنسان النبيل وفيه الإنسان الذي غرته الدنيا وبدأ ينجرف وراء أهوائه. فلا نستطيع أن نطلق الحكم بالمطلق على كتائب الجيش الحر بأنها سيئة أو جيدة. فهناك دائما الصالح وهناك دائما الطالح.
فأقول لك بأنه هو مجتمع كسائر المجتمعات، ولا ننسى 40 عام الذين استهلكوا من حياة الأمة ومن حياة الشعب السوري في القمع. فنحن لا نستطيع أن نتخلص من آثار القمع ومن آثار الكبت ومن آثار المصلحة والأنا التي سادت طوال 40 عاما، حتى لو في 3 سنوات غرقت خلالها البلاد بالدم. لا نستطيع أن نتخلص من هذا الأثر، نحتاج إلى ربما يعني فترة من الوقت، نأمل أن تكون قليلة، ونأمل بأن تكون آثار هذه السنوات الماضية منحصرة ويعني قليلة التأثير على المجتمع. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. نشكر ضيوفي العقيد أبو الخير العطار من الجمعية العمومية، والزميل عامر القلموني مدير المركز الإعلامي في القلمون، والعقيد رياض الأسعد. ختاما نسمع من ضيوفي الكرام كلمة نوجهها للجيش الحر ولكتائبه أيضا للشعب السوري. نبدأ بك سيادة العقيد رياض. طبعا أنا بوجه لأخوتنا كل الثوار وكل المقاتلين وكل أهلنا في سوريا بأن طبعا هناك ممكن أن تحدث بعض الأخطاء، هذا شيء طبيعي، وهناك أن تكون هناك بعض الخلافات، ولكن يجب أن الآن بعد هذه الفترة الطويلة يعني الآن بنت بعض الأمور والناس يعني أخذت يعني وعرفت أين تتجه، فهذا الأمر إن شاء الله كان شيء إيجابي جدا. أنا من خلال اتصال الناس معي واتصالي مع الناس في الداخل وكافة الكتائب، وطبعا نحن الأخ أبو الخير في الجمعية العمومية نحن على اتصال وتواصل وتنسيق دائم مع الأخوة في الجمعية العمومية، وتم تشكيل هناك هياكل، ولكن الحقيقة ينقص موضوع الدعم فقط لتنطلق هذه التشكيلة بالعمل الجاد والتنظيم الحقيقي للجيش السوري الحر. ونحن طبعا أغلب الكتائب اليوم أخذنا منهم عهد أنهم سيقبلون الضباط وتشكيل غرف عمليات حقيقية، وسيكون هناك عمل حقيقي وقيادة حقيقية لهذه الثورة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نؤمن بعض الدعم حتى ننطلق في هذه الخطوة ويكون هناك شيء إيجابي. ونقول للسوريين إن شاء الله وتعالى النصر حليفنا، يجب أن لا نيأس. طبعا هناك خلافات، هذا الأمر عادي، يجب أن نتعالى عن كل الخلافات. يجب أن نضع الآن هدفنا ونصب أعيننا هو بناء سوريا المستقبل، سوريا الحرية للجميع، سوريا العدالة، يعني سوريا التي تحقق أهداف الجميع إن شاء الله. إن شاء الله نسمع منك كلمة سيادة العقيد أبو الخير العطار. أقول للجيش الحر قائلا: أنتم خزان كرامة الأمة، أنتم أمل الأمة، فكونوا على قدر المسؤولية. شكرا لك. عفوا، على ما يبدو أن عامر القلموني أصبح منقطع، نأمل أن يعود له الاتصال. كان يريد أن يوجه سؤالا للعقيد رياض، عسى أن يكون ذلك خيرا. انقطع الاتصال عامر القلموني، نأمل أن يكون ذلك خيرا. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سيادة العقيد رياض الأسعد والعقيد أبو الخير العطار وعامر القلموني مدير المركز الإعلامي في القلمون. وشكرا لكم مستمعينا، كنتم معنا في برنامج نقطة حوار عبر إذاعة سنة دمشق، وها أنا سما مسعود. الشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. السلام ورحمة الله وبركاته.